الحقيقه انا بستغرب من الناس اللي بيتضايقوا ان الناس بتلجأ لهم، وبيتضايقوا ان الناس بتفضفض لهم، وبيتضايقوا ان الناس بتحتاج لهم وترفع عليهم السماعه علشان يقضوا لهم مصالح. عايزه اقول لهم بقى ايه، لما تتضايقوا تخيلوا ان ده ما بيحصلش، وتخيلوا انه محدش سألكوا خالص اي حاجه، ومحدش بيعبركم، ومحدش بيرفع عليكم السماعه، وتليفونكم بطل يرن. ما تخلوش الناس تتعود على غيابكم، وعشان كده لازم رد فعلنا يبقى حلو. ما بال بقى لو بين الزوج والزوجه، لما تيجي مراتك عايزه تفضفض لك اسمعها وبص في عينيها وطبطب عليها واهتم بموضوعها حتى لو بالنسبه لك موضوع تافه. لما يجي جوزك عايز يفضفض لك اسمعيه وخففي عنه حتى لو متضايقه منه، علشان دي حاجه مهمه قوي. ولما نيجي نشتكي بقى ان هو ده ما بيتكلمش معايا، ده مش بيفضفض لي، ده بيحكي كل حاجه لمامته واخته وانا لا، اسالي نفسك ليه بيحصل كده؟ ما يمكن انا رد فعلي صعب، ما يمكن انا قلت له اخر مره حاجه بايخه. لما تيجي تحس ان هو يعني مراتك مش بتتكلم معاك وبتتكلم مع كل الناس الا انت، ودي كلام بسمعه، اعرف ان هو في حاجه انت عملتها اثرت فيها لدرجه انها خوفتها انها تتكلم معاك. ينفع كده؟ ما ينفعش اكيد، صح؟